السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي وبنات المحترمين، عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ معلش يا حبايب قلبي، والله العظيم اليومين دول لا ليا نفسي اعمل لايفات ولا اعمل فيديوهات، لان انا عندي حالة تمس لي جامد جامد جامد. يعتبر انا اللي مربية يا جماعة. طبعا البنت دي يعني ابتلت بالمرض، فدعواتكم كده يا حبايب قلبي، يا رب يشفى ويشفى كل مريض. ان شاء الله هتعمل عملية يوم الاربع، عملية صعبة بصراحة، مرض وحش بعد عنكم فجأة كده والله يعني. فأنا حزينة، أنا حزينة من جوايا، والله حزينة من جوايا. يعني أنا عييت أقسم بالله عليه. أنا لما بتعب يا جماعة وبزعل الالتهابات بتزيد في جسمي، الالتهابات بتزيد عندي جامد جامد، ألم في جنبي رجلي جسم، يعني نفسيتي متدمرة، نفسيتي أنا متدمرة أقسم بالله يا جماعة. لأن أنا فعلا زعلانة زعلانة، وربنا يشفيها يا رب ويشفي كل مريض حبايب قلبي. طبعا يا حبايبي انا بشكر كل اللي بيقف معايا، يا رب ما تحرم منكم انتوا السند فعلا ليا بعد رب العالمين. وبشكر حبيبتي وبنتي اللي حاطه لي الملصق، وروح يجعله في ميزان حسناتك، وروح يحبب فيك الرب والحصى اللي في الارض الزهراء. حبيبه قلبي ما تحرمش منك، ما تحرمش منك ابدا، ويسترك دنيا واخره. طبعا يا حبايب قلبي، اول ما بنبدا الكلام بنبدا بذكر النبي عليه الصلاه والسلام، وبدعي الحبايب كلهم يا رب يرحم جميع موتى المسلمين. شهد بنت الامارات، وبنت وجوز بنتي ابو رامي، ابن اخت ام علي حبيبتي السعوديه، شاب برضه يا جماعه، ربنا يرحمه برحمه. يشفي كل مريض يا جماعه، يشفي كل مريض، يشفي الحاله اللي تبعي انا ما اقدرش اقول على اسمها يا جماعه، بنوته. فشابة صغيرة خالص في رعان شبابها، وولادها قطط صغيرين كده، سن 3 سنين 4 سنين. فيا جماعة، ويشفى ام عمرو يا حبيبة قلبي من المنصورة، اتصلت بيا برضه تقول لي ادعي لي يا تيتا. فيا جماعة ربنا يشفي كل مريض ويرحم كل موتى يا حبايب قلبي. انا بصوا، انا بطلع ادعي لكم كلكم، لان انا مش ضامنة نفسي ولا ضامنة عمري. ويا جماعة اللي فات من العمر مش قد اللي جاي، فاحنا بنقول يلا حسن الختام. طب فئة تتكلم عليا يا ام ايمن؟ بص يا حبايب قلبي، انا بقول لكم اللي اختلف في الرأي لا يفسد في الود قضية، وانا القضية، وانا مش قناة نقد. يعني انا مش قناة نقد يا جماعة، انا مش انا بطلع اقول رأيي. فاللي داخل بين الاخوات خارج، انا بقول كده، انا بقول انتوا ليه شاغلين نفسكم بعلي داوود؟ ليه شاغلين نفسكم بحلمية وزاهية ومصطفى وحمادة وي انا عايزه اعرف يعني الناس اللي هم بيشغلوا نفسهم بالعالة دي ليه تخشوا بين الاخوات بالقيل وقال. طبعا يا جماعة الخير، انا امبارح طلعت برضو عملت الفيديو على ام طارق. كله بيلبس يا جماعة، كله بيلبس مناطيله كله، بس احنا باصين لام طارق لآية يا جماعة الخير. بنقدم النصيحة ان دي ست ريفية، وانا لما بقول حلمية داوود سفيرة الريف المصري، فبنتكلم على اساس كده انها دي ست ريفية. يعني انا بدل ما نقعد نلفت اي حد نظر اي حد ان هي لابسة كده، فاحنا بنقدم النصيحة. وبعدين اللي عايز يلبس يلبس، وكل حاجة حر، حر لم تضر. بس في ناس بقى بيمسكوا على الواحدة يا جماعة الخير. يعني ما صدقوا لقوا حلمية لبست كده، انتوا شايفين كله هصف الهيصة، طالعين بقى شتيمة وغلط في الكومنتات، وده ست كبيرة ومش هي كبيرة زي مين يا حبايب قلبي؟ احنا بنطلع بنقدم النصيحة. طبعا يا جماعة الخير، انا برجع وبقول دول اخوات والدخل بيناتهم خير. طبعا يا جماعة الخير برضو بتكلم على زاهية. زاهية كانت عاملة مقدمة اللي هو العنوان يا جماعة، كله بيكتب عناوين يشد ويجذب، بس هي اختارت العنوان ده في الوقت ده يا زاهية. يعني العنوان اللي انت كتبتيه يا زاهية ده بالنسبة لحلمية ان هي كانت لابسة كده، إن كله خد فكرة ان انت بتلقح على اختك. ما هو كله بقى خد فكره، ما هو انت طالعه بتقولي انا ما بتفرجش عليهم ولا بشوفهم ولا اي حاجه خالص، بس العنوان بيلفت نظر ان انت كاتبه العنوان ده ان انت بترمي على اختك، اني مربيه، ويعني العنوان اللي هي كانت كاتباه يا جماعه. وانا ست يعني ريفيه وعادات وتقاليد، وفعلا يا جماعه الارياف لها عادات وتقاليد يا حبايب قلبي.
ليها عادات وتقاليد. فكله بياخد فكرة ان انت طالعة بترمي الكلام على مين؟ على اختك. طب انا عايزة بس اقول كلمتين لحطب جهنم يا جماعة. يعني انا عايزة اعرف انتوا ايه اللي هينوبكم من ان انتوا توقعوا بين الاخوات؟ المتابعين يا جماعة، في متابعين كتير محترمين عند زاهية وعند حلمية بصراحة يشتغلوا على الراس وما بيحبوش المشاكل. ولو المتابعين اللي عند حلمية بيلفتوا نظرها لأي حاجة، الست بتستجاب للكلام. برضه في متابعين عند زاهية بيلفتوا نظرها، الست بتستجاب للكلام. طبعا يا حبايب انا مش هتدخل في مشاكلهم، لان انا ماليش فيه يا جماعه، انا ماليش فيه، انا مالي ومال كده. انا قال لي احشرني في وسط الاهل. انا دلوقتي بقدم النصيحه اهو. انا لا ليا لا ناقه ولا جمل. طبعا يا جماعه الخير، المتابعين اللي بيخشوا بيشغلوا الدنيا عند زاهيه، ويشغلوا هنا ويشغلوا. انتوا الله ينوبكم يا جماعه، ما توفروا نفسكم كده، وفروا باقوكم لاولادكم، لمذاكرتهم، يعني انتوا بتدفعوا فلوس الباقة عشان تخشوا تشغلوا الدنيا على بعض؟ يعني ليه كده؟ ليه؟ ايه اللي انتوا بتعملوا ده؟ طبعا يا جماعة الخير، طبعا طالع مين؟ ابو محمد مصطفى زعلان ومنهار وانا هتكلم وانا هقول، وبيهدد وبيوعد وكده. لا يا حاج مصطفى، لا يا حاج مصطفى، ما ترجعش تاني للقيل وقال، واللي فات اللي فات مات. ما ترجعش نفسك تاني وتفضل تقول لاخواتك الكلام ده خالص. انت فعلا لو انت عندك اي كلام حلوه بينكم وبين بعض، بلاش القنوات خالص وعلى اليوتيوب المصري. انت كده يعني انت بتقوم، يعني انت كده هتقوم الدنيا تاني. لا، انت فعلا كبير العيلة واكبر واحد في اخواتك. لا، لمهم كده كلهم في بيتك وتعالوا صالحهم على بعض. شوف الغلطان مين، شوف اللي بيتكلم مين، شوف اللي بيرمي مين. انما انت تطلع على ملأ وتتكلم وتقول ان ما طلعتش وقلت انا هطلع واعمل، انت بتهدد في اخ من اخواتك. انا ما اعرفش مين يا جماعه، الله وكيل ما اعرف هو بيقول على مين. طبعا لا يا حاج مصطفى، ما انت هتدي فرصه تاني للقنوات تتكلم وكله ماسك في العاله دي يا جماعه الخير. فنصيحه مني يا ابو محمد يا مصطفى، انت كبير العيله، انت كبير العيله، لا خد خطوه ان انت تقفل خالص في موضوع القنوات دي. يعني ما تتكلمش على اليوتيوب. اعملوا قاعدة ببيتكم يا جماعة. انتوا لا كل حاجة بتصوروها، انتوا لا كل حاجة بتطلعوا تتكلموا فيها. اما هو انتوا اللي بتدوا الفرصة للقنوات تطلع تتكلم، وللمتابعين اللي ما عندهمش ضمير يا جماعة، كذا واحدة كده بتطلع تشغل الدنيا حريقة. انتوا اللي بتدوا الفرصة يا جماعة، انتوا يا جماعة الخير اللي بتدوا الفرصة. وانت يا حاج مصطفى، يا ابو محمد يا مصطفى، انت بتقول انا كبير العيله. بالنسبه بقى لامك بقى اللي انت بتتكلم عليها، كله طلع تاجر بيها، كله طلع تاجر بالست دي. ده انتوا ما انتوش رحمنها، لا عايشه ولا ميته، اقسم بالله وانتوش رحمنها، لا عايشه ولا ميته. الست الله يرحمها ويسامحها، يا في دار الحق واحنا في دار الباطل، حاطين صورها ليل ونهار. اوعى تقول مثلا كله طلع تاجر من اولكم لاخركم. اللي تعمل عيد ميلاد وتجيب سيرة امها، واللي مش عارفه تعمل تبني ما انتوا بنيتوا وعليتوا وعملتوا مطابخ وعملتوا وزغرطتوا وفرحتوا وكل ده، وكانت الست لسه ميته. مش زي بس يا جماعه، كله عمل وكله بيتاجر بالست دي. ارحموها بقى شوي، ارحموها حرام عليكم. ده تلقاها في قبرها بتقول ارحموني يا ولادي. ايوه والله الميت بيحس يا جماعه، اقسم بالله الميت بيحس بكل حاجه. فيا جماعة الخير ارحموا نفسكم، مش ارحموا الست اللي ماتت اللي ماتت اللي ماتت. بالنسبة ان انت بتقول ما كانش حد بيخدم امي، يعني امها الا زاهية. فعلا يا جماعة الخير اللي انا كنت بلاحظه ان زاهية كانت حنينة على امها جامد جامد. هما كلهم كانوا بيزوروها وبيروحوا لها، بس زاهية بالذات اللي كانت متابعاها. راحت للدكتور، تعالي يا زاهية، راحت هنا، تعالي يا زاهية. والخير اللي هم فيه ده كله من زاهية، من زاهية ومن اللي بتدعم زاهية. ما يا جماعة الحق يتقال، أصل أنا هقعد ننافق، هنمسك طبلة ورق ونطبل؟ ما هو كده يا جماعة الخير. هتقولوا لي طب ما يا ام ايمن كسر عين. ما فيش حاجة يا جماعة اسمها كسرت عين ومش كسرت عين، دي بقى أرزاق. واحدة بتحب زاهية،
اللي هي قال حاجة لطيفة دي، وبتبعت لي يا جماعة ده حرية شخصية. هتقولوا بقى ده غسيل أموال، غسيل مواعين، غسيل مش عارفة ايه، غسيل هدوم. هي حرة، هي حرة، هي بتاخد وبتعمل مثلا شيء. ولا ولادها جابت عربية، جابت للحاج مصطفى، جابت وجابت، طلعوا عمرة، طلعوا يعني. بص يا جماعة الخير، هي حرة يا جماعة، كل واحد. هو انتوا اللي بتتكلموا دلوقتي لو جالكم ملايين ولا جالكم فلوس هتقولوا لا؟ ما هو ما تضحكوش على نفسكم. اي حد بيتكلم دلوقتي بيقول لك الدعم ومش الدعم. انتوا لو جالكم حد اتصل عليكم وقال لكم انا هبعت لك عربيه ولا هبعت لك تكييف ولا ايوه يا اختي ابعتي، هو احنا هنقول لا؟ ما حدش بيقول لا دلوقتي للفلوس يا جماعه، في الوقت المنيل اللي احنا عايشين فيه ده. فكل حي حر، حر لم تضر، حر لم تضر. بس على قد ما تقدر يا زاهية ما تجيش على اخواتك، ما تجيش على اخواتك. آه، امسك نفسك، امسك نفسك يا جماعة. يا انا اقول لكم يا جماعة، زاهية سريعة الغضب، سريعة الغضب. يعني هقول لكم يعني ما بتعرفش تكتم اللي عندها بتقوله، بتطلع بتتكلم وبتجيب اللي عندها. في عندكم ام طارق كتومه، حلميه كتومه، عندها صبر يا جماعه. الاخوات مش واحد والبطن قلابه، ومهما كان دول اخوات برضه برجع بقول اخوات. بس بالنسبه ان انا برضه هفضل اعيد وازيد واقول الرزق ده بتاع ربنا يا جماعه. بس هو برضه زاهيه هي لها الفضل اللي القنوات كله منهم دول الاخوات دول كلهم يتعرفوا ويعملوا. وبرضه زاهية ما كانش بتسيب امها خالص، اللي انا كنت بشوفه ده كانت بتسخن البامية والعيش وتقول له روح ودي لستك يا يوسف. ويوسف ده كان صغير كده، روح يا يوسف ستك بتحب الابابير. الابابير ايه يا ام ايمن؟ يعني العيش اللي بيعملوه والباميه كده وبتحب تاكلها والفلفل المخزون اركب وروح ودي لستك. يعني هي كانت مراعياه واخده رضاها. بالنسبة للحلمية كان بتيجي عندك برضه يا ابو محمد يا مصطفى، ما تنساش، انا عارفة ان انت بتسمعني. فاكر لما كان بتيجي تجيب لك الفسيخ وتجيب السردين والرنجة، وبرضه كنت بتقعدوا تاكلوا، وكان برضه بتيجي ترعى امها. يعني الاتنين ما يتخيروش عن بعض يا جماعة الخير، لا زاهية ولا حلمية. وبرجع وبقول في الأول آخر هم دول إخوات والدخل بيناتهم خارج. دي خدمت بس يعني زاهية خدمت أكتر، اللي أنا كنت بشوفه بعيني وهتحاسب عليه. إن زاهية كانت معمة على طول يا جماعة، كانت معمة في كل مكان. بس برضه كنت بتستفيدي يا زاهية من انك انت كنت بتصوري مع عمك، وبرضه امك كانت بتجيب لك مشاهدات وبتجيب لك برضه دولارات، والناس كانت بتخش عشان خاطر الست الطيبة اللي كلامها حلو تتكلم على ايام زمان وي من الكلام ده. فيا حاج مصطفى ما تقومش، يعني انت اسكت، ما ترجعش تاني تعيدوا القارة بتاع زمان تاني. لو انت فعلا عايز تعاتب اخواتك وتتكلم مع اخواتك، اقفل خالص موضوع القنوات خالص. يعني ما تقفلوش القنوات من ورا اليوتيوب، واعمل قعده وهات اخواتك كلهم صالحهم على بعض، وشوف مين اللي غلطان، وشوف مين اللي بيرمي على ده، وشوف مين اللي بيتكلم على ده. وانتوا كلكم جنب بعض يا جماعه. اشمعنى بتفتحوا الكاميرا وتطلعوا تقولوا يا ريان يا فكر؟ اشمعنى بتفتحوا الكاميرا وتطلعوا تشتموا وتغلطوا وتقولوا؟ لا كده يا جماعه الخير، جميع الدنيا بتتفرج عليكم. ما فيش الا علي داوود يا جماعه، وما فيش الا آل داوود في اليوتيوب. انا بستعجب اقسم بالله يا جماعه الخير، ما الدنيا كلها فاتحه بالخمسه وسته عاملين قنوات. كل واحد يا ابو محمد يا مصطفى عنده هم اللي مكفيه. انا لو طلعت وقلت على مشاكلي واللي في بيتي واللي مع اولادي واللي مع نسوان اولادي واقسم بالله انتوا لا تتفرجوا قناتي دي لا اخد الدرع من الصبح. بس انا اطلعش سريراتي بره، هم ببطني، همي في بطني. انتوا بتفتحوا كاميرا وتعالوا، لا يا لا، ده انت الكبير، انت العاقل، انت اللي تلم، انت اللي تلم يا ابو محمد يا مصطفى، انت اللي تلم مش تبحتر. فلله الامر من قبل ومن بعد يا جماعه الخير. على قد ما تقدروا داروا. وانت يا زاهيه ما تحطيش عناوين تجرح اي حد، حاسبي برضه في عناوينك، حاسبي في عناوينك. انت بتقول انا ما بتفرجش، اللي يعلم ربنا يا جماعه. هي حلفت وهي الحالفه، هي بتتحمل حلفانها يا جماعه الخير.
هي بتتحمل حلفنا. يا رب يصلح حالكم، يا رب يروق بالكم، يا رب يسترنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك، وتدخل بين الاخوات خارج. يا جماعه انا بقول اللي عليا واللي ليا واللي يرضي ضميري واللي يوحد لا اله الا الله وان سيدنا وحبيبي رسول الله. ويا رب حطوا بقى اللايك كده واشتركوا في القناه، ويا رب مع الف سلامه حبايبي.